السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناتي حياة أسماء. قبل ما هبدأ الفيديو عايزة أطلب منكم طلب. أنا بنتي عاملة قناة سلوى، هي في تالتة ثانوي، وطبعا عاملاها من الصيف اللي فات، وانا حاسه انها محبطه جدا لان مفيش فيها مشتركين. فانا يعني سبتي فرصه انها تعتمد على نفسها، ولكن برضو لازم من الدعم او المسانده. فانا حبيت اقول لكم انكم يعني تدخلوا على القناه وتشوفوا المحتوى كويس جدا ويعجبكم وتفرحوها. يا ريت تفرحوها وتشتركوا في القناه بتاعتها، هتعجبكم جدا جدا. دلوقتي وهنحط اللينك بتاع القناه في صندوق الوصف عندي في القناه. بتمنى انتوا تفرحوها وتدخلوا على القناه وتشتركوا في القناه بتاعتي. دلوقتي هنعمل الفيديو بتاع النهارده عن الفراخ البيضاء والفراخ الساسو. طبعا انا غيرت لهم المكان اهو، المكان واسع الحمد لله. الفراخ النهارده عمرها 11 يوم، يعني الحمد لله النهارده الجو كويس، فانا ما كنتش حابه ان انا اغير المكان والجو وحش، يعني كنت حريصه ان انا ما اخرجهمش، دايما حطهم في المطبخ في الدفا الا ما الجو يبقى في تحسن. فالحمد لله الجو كويس النهارده والشمس كويسه. انا مش هديلهم حاجه غير ان هديلهم دواء الاكسجين. مش هديلهم دواء اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو الشيح. انا هديلهم الشيح 3 ايام، هم ما عندهمش اكسجين، ولكن بدل ما عدوا ال10 ايام، النهارده 11 يوم لهم، بدل ما عدوا ال10 ايام لابد ان انا اديهم جرعه الاكسجين. وهو هغلي لهم الشيح زي ما قلت لكم قبل كده، هديهولهم 3 ايام. والحمد لله انا ما بستخدمش اي ادويه غير المضاد الحيوي بس. وانا دي النمليه اللي انا كنت دايما بحطها لهم، انا اول حاجه ان انا بحطهم عندي في المطبخ لما حجمهم يبقى كويس او لما الجو يكون فيه دفا، ان انا ما اخافش عليهم اول ما اخرجهم بره، ان انا اطلعهم فوق وفي مكان يعني زي ده بالوقت زي ما احنا فوق كده. بخاف عليهم جدا جدا من الهواء، لكن انا المكان هنا مكنون لان فوق عندي في الاوضه هنا السقف عامله فيه المشمع البلاستيك، وطبعا النمليه دي وحاطه فيها محبشاها بشكاير ممسمره، الفتحات اللي فيها بشكاير. وعايزه اقول لكم مش بكتم عليهم قوي، يعني مثلا الفتحه دي الشكاره دي انا مسمراها من فوق، لكن من تحت سايبه المسامير مش ممسمراها. ليه؟ علشان ممكن اشيل البتاع واعمل لهم فتحه تهويه، ان انا ما كتمش الجو جامد عليهم، بحيث ان هم ما ياخدوش مني برد. اهم حاجه ان هم ما ياخدوش مني برد. الحمد لله الفرخ حمطان مش هرعان وبياكل كويس، وسقيت الميه هي، وسعت لهم المكان والوعيه بتاعت الاكل كمان. الفرخ ده هو الوحيد اللي ضعيف في الفراخ، هو بياكل اهو ولكن ضعيف، ده الوحيد اللي ضعيف في الفراخ اللي لسه موجود من الفراخ الضعيفه، يعني هو بياكل كويس الحمد لله، ولكن برضو الواحد بيبقى قلقان من الفرخ الضعيف ده. الفراخ السوسو كتير مبسوطه منها الحمد لله. انا دايما بحب الفراخ السوسو عن الفراخ البيضه. الفراخ السوسو الكيلو فيها ب30 جنيه، فهي بتشجع انها الواحد يربيها في جو برد في جو حر، يعني بجد بحب تربيتها جدا وبتشجعني، هي غصب عنها بتجبرني ان انا اربيها من اسعارها الكويسه ومن القرفه بتاعتها الحلوه. بحب الفرخ الاحمر بيجلب لي الخير، او الفرخ الساسو بجد فرخ بحبه جدا جدا، وعشان كده انا مكتره في الدوره دهيا من الفراخ الساسو. وانا ناس كتير سالوني من المتابعين، انت بتربي الابيض مع الاحمر ولا ايه، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا خالص انا بجيب الابيض مع الاحمر بربيهم مع بعض. طبعا الابيض بيكبر وخلاص بياخد وقته، انا بجيبه اذا كنت هبيعه ولا اذا كان للبيت بقوم شايلاه، بتخلص منه بعد ما بيكبر، ما بسيبوش بقى ب3 شهور ولا 4 شهور والكلام ده، لا خالص بيجي دورته وخلاص يكبر بشيله، وتبقى معايا الفراخ الحمراء بتاخد وقتها لغايه اما تجيب الوزن اللي انا محتاجاه او الوزن اللي مطلوب مني، وخلاص يعني بشيل الابيض، وبعدين يفضل الاحمر بياخد معاه الوقت الكافي اللي هو محتاجه، بيفضل معايا انا بياخد الوقت اللي هو محتاجه لغايه اما يجيب الوزن اللي انا عايزاه. وعايزه اقول لكم الاحمر بياخد وقت كبير عن الابيض، يعني ممكن لما تيجي تذبحيه للبيت هتذبحيه على 70 يوم او 75 يوم، لكن لما اجي انا
اجيبه ان انا ابيعه للتجاره، انه بيغيب عندي، انه لازم ان هو يجيب وزن كويس. اقل حاجه يعني الفرخه تجيب لي 2 كيلو، 2 كيلو الا ربع، ممكن 2 كيلو، 2 كيلو ونص هيغيب معايا كمان. لان الفرخ الاحمر انا بتعامل معاه معامله الفراخ البلدي، يعني هو ممكن يجيب لي 2 كيلو ونص بس هياخد وقت معايا ان انا اجيبه وانساه. فانتوا عارفين التجاره يعني ايه، الواحد الفرخ الاحمر يجيب 2 كيلو ونص يبقى رضا قوي ان انا ابيعه بقى للزبون على طول. يعني ما خلوش يغيب عندي اكتر من كده، لان الفرخ الاحمر ما شاء الله زي ما قلت لكم الكيلو النهارده فيه ب 30 جنيه والابيض ب 28 جنيه، الفرق 2 جنيه في الكيلو. بس هو كده كده الاحمر بيكسب كتير طبعا. لما انا اجيبه بالسعر الفرخ الابيض البلدي، الفرخ البلدي غالي جدا جدا يا جماعه. فعشان كده انا بقول لكم انا ببيع الفرخ الاحمر بالكيلو فيه بالسعر البلدي. ليه؟ لان انا ما باكلش علفه صافي على طول للفراخ اللي هي الحمراء، انا بلخبط لها ذره على عيش على فضلات الاكل عندي، وبدخل الخضره. بس الكلام ده لما الفرخ يكبر، مش اما الفرخ يكبر يجيله كيلو ولا حاجه ببتدي انا اديله الكلام ده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم عليه. بتمنى ان هو يعجبكم واكون يا رب قلت حاجه مفيده. اللي ما عمليش لايك يا ريت يعمل لي لايك، يعمل لي اشتراك، يفعل الجرس ضروري عشان يجيله كل جديد انا بعمله. كانت معاكم اسماء من حياه اسماء، اشوفكم بالف خير.